كولر بيألف، حاطط جريديا شار واشرف بن شرقي ناحيه اليمين. ده جريديا شار طلع على الطرف، بن شرقي بيدخل مكانه في العمق. بن شرقي طلع على الطرف، جريديا شار بيدخل مكانه في العمق. طب انت طبيعي بن شرقي من سنين، من ايام ما كان في نادي الزمالك وهو بيلعب هاف شمال. ايه اللي يوديه ناحيه اليمين؟ ده بيفقد لما بتحطه في المكان ده بيفقد كتير من مستواه. بيفقد كتير. امام عاشور هاف شمال ليه طيب؟ امام عاشور برضه فقد كتير من مستواه بسببك، بسبب تأليفك في الخطه وفي التكتيك. مش ممكن خط النص بعيد عن خط الهجوم، الفريق كله متباعد، الفريق كله مش في حالته، وسجلت هدف المفروض ازيد ضغط عشان الهلال متوقع ان هو يطلع بعد الهدف الاول. لا، تراجع وخمول تام من النادي الاهلي. الشوط الثاني برضه نفس الكلام، ضغط اول الشوط وبعد كده بيبدا يريح خالص. فين؟ قفشه ادام امام مش في حالته، نزل قفشه. وتغيير عمر كمال ده ملوش لازمه، نزل حسين شحات ناحيه اليمين ونزل رجع بن شرقي ناحيه الشمال. الاهلي بقى اكتر خطوره وافضل، لكن تأليفاتك النهارده في التشكيل خلت النادي الاهلي في خطر ومتهدد بالخروج من دوري ابطال افريقيا في مباراه العوده.